طب تخصص جراحة عشان نفسي فيه. بص، في العلاج الطبيعي مفيش تخصص جراحة، مفيش حاجة اسمها تخصص جراحة، احنا مش جراحين. ولكن انت بيكون ليك علاقة بالعمليات، العمليات بتاعة الأورثو والنيورو، بتاعة العظام والأعصاب. ازاي؟ يعني لو حد مثلا عامل رباط صليبي، عمل تثبيت كسر، عمل أي حاجة ليها علاقة بالعظام، فانت المفروض لو هو عمل جراحة في العظام، انت كدكتور علاج طبيعي قسم عظام اللي تعمل له تأهيل، او ترجع له الفانكشن بتاعه، او ترجع له الوظيفة بتاعته. طب نتكلم مثلا على الاورام بقى، واحد عنده ورم في المخ، جاله جلطة، حصل له مشكلة في العمود الفقري، دخلته عمليات في النيورو او في قسم الاعصاب، فعلاج طبيعي تخصص قسم اعصاب هو اللي يشتغل معاه. انت ليك دور في الجراحات ولكن بشكل غير مباشر، او مفيش قسم للجراحات كلها، لا، هو كل قسم، عظام مثلا يبقى جراحات عظام، النيورو يبقى جراحات النيورو، وهكذا. هو ده التخصص في العلاج الطبيعي.